أنا اسمي سارة، بنت زي أي بنت في سني. كان نفسي أتجوز عن حب، نفسي أختار اللي يعيش معايا العمر كله بقلبي وعقلي. زمان وأنا في الجامعة كنت بحب واحد اسمه كريم، حب طفولي كده، بس أنا كنت شايفاه كل حاجة. كريم كان طموح ودمه خفيف، بس للأسف ما خدمتناش الظروف. هو اتخرج وسافر يدور على شغل، وأنا اتخطبت لحد تاني بسرعة. اللي اتقدم لي كان حسن، إنسان محترم وخلوق، وكل الناس شكروا فيه، بس أنا قلبي ما كانش معاه. وافقت عشان أهلي ضغطوا عليا، الفرصة ما تتعوضش. حسن كويس ومستور، وأنا ما كانش عندي الجرأة أقول لأ. اتجوزنا، ومن أول يوم جوازي وأنا حاسة إن البيت بارد. مش بارد عشان الظروف، لأ، بارد عشان مفيش حب. حسن كان طيب مؤدب، بس السفر المستمر خلى بينا فراغ أكبر وأكبر. بعد الجواز بشهور سافر بره يشتغل وسابني مع أهله فترة، لحد ما طلعت أقعد لوحدي في شقتنا. كنت بروح شغلي وارجع أتعشى وأقفل على نفسي. كان في حاجة ناقصة جوايا، حاجة كبيرة. وفي يوم وأنا قاعدة زهقانة فتحت النت، دخلت على جروب عادي على الفيسبوك، لقيت واحد بيكلمني اسمه وليد. كلامه كان خفيف وبيسأل باحترام. قلت أرد مرة وخلاص، بس المرة بقت 2 والاتنين بقوا 10. لقيتني بفضفض له، بحكي له إني مش مبسوطة وإن جوزي بعيد، وهو كان بيسمعني يطبطب بكلمتين. حسيت إني لقيت حد يفهمني، وللأسف ضعفت. بقيت استناه يكلمني كل يوم، بقيت مبسوطة وأنا بضحك معاه، مع إني جوايا عارفة إن اللي بعمله غلط. هو مش جوزي وده مش من حقي، لكن الشيطان ساعات بيغلب، وأنا كنت لوحدي تعبانة ومخنوقة. لحد ما في يوم حسن كلمني. حسن لاحظ إن صوتي متغير، سألني مالك يا سارة. أنا قلت له تعبانة شوية، ما قدرتش أقول له إني عايشة في فراغ بيقتلني. الموضوع مع وليد بدأ يكبر، كلامه بقى يدخل جوه قلبي، بقيت أحس إني عايزة أهرب من حياتي مع حسن. لحد ما صحيت في يوم وقلت أنا ماشية في طريق نهايته سودة. قعدت أعيط قدام نفسي، إزاي سمحت لواحدة زي متجوزة إنها تحس بمشاعر لحد غريب؟ إزاي خنت الثقة اللي جوزي سايبها في إيدي وهو متغرب عشان يوفر لي حياة كويسة؟ حسيت إني بغرق. كل كلمة بيني وبين وليد كانت بتبعدني عن نفسي اللي أنا عارفاها، وبدأت أخاف من ربنا بجد. قررت أقفل كل حاجة، مسحت رقمه، قطعت التواصل معاه. هو حاول يرجع يتكلم، بس أنا كنت مصممة ما ينفعش أكمل الغلط. قعدت مع نفسي فترة طويلة أفكر ليه وصلت للمرحلة دي، ولقيت إن السبب الأساسي إننا مرات كتير بنختار غلط، بنوافق على جواز مش مقتنعين بيه، وبنظلم ناس وبنظلم نفسنا وبنظلم اللي حوالينا. أنا ظلمت حسن، هو إنسان كويس وما يستاهلش يتخدع، وظلمت نفسي لأني دخلت في علاقة مش من حقي. النهاردة أنا بحكي لكم قصتي، عايزة أقول لكم رسالة لكل بنت: الجواز مش ورقة ولا عريس مناسب ولا أهل مبسوطين. الجواز حياة كاملة، ما ينفعش يتبني غير على حب واحترام. الحب لوحده مش كفاية، بس غيابه كمان كارثة. ولما تختاري، اختاري بعقلك وقلبك، ما تختاريش بعقلك وتنسي قلبك، ولا تختاري بقلبك وتنسي عقلك، عشان ما تندميش زيي.